حبايبي الجمال، انا عايزه اطلب منكم طلب كده لو بتحبوني، وحياة اغلى حاجه عندكم. عايزاكم تدعوا لبنت الحاجه فاطمه. كلكم عارفين طبعا الحاجه فاطمه، وعارفين انا بعزها قد ايه. ادعوا لبنتها، هي دلوقتي في العمليات، ربنا يا رب يقومها بالسلامه. ادعوا لها يا حبايبي عشان دعوه 40 واحد غريب ان شاء الله تستجيب باذن الله. فكله بقى يدعي لها بالشفاء العاجل وان هي تقوم بالسلامه. شكرا يا حبايبي. هي وصلت للضرب بالشلاليت ليه؟ احنا فين احنا؟ وكمان بالقلمة وضرب على القفا كمان. لا 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 لا، ده كتير قوي، كتير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتوني قوي يا اغلى المتابعين ليا، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ويا رب كده ما تحرمش منكم ابدا. بصي يا حبايبي، انا قبل كده من يومين اتكلمت في حادثه حصلت قبل كده او واقعه، ان في مدرس ضرب بنت على وشها. فالبنت راحت تشتكي لوالدها وكده، وقالت له المدرس ضربني على وشي وكده. فراح طبعا والدها اتضايق على بنته جدا، وراح خانق في المدرس وضربوا بعض. في الاخر راح الوالد التلميذه دي موت المدرس. هو مش قصده طبعا، هو كان بيضربه، فالضرب ده موته. فيعتبر ايه؟ قتل خطأ مش عمد. هو كان شدوا مع بعض، ضربوا بعض فمات. ربنا يا رب يرحمه. ففي ناس كتبت لي في التعليقات، قالت لي يا منى بس برضو ما ينفعش المدرس، رغم ان احنا زعلنا على اللي حصل للمدرس ده، وهو قضاء وقدره، ده نصيبه. بس برضو يعني ما ينفعش ان المدرس يضرب التلميذ او التلميذة. يعني احنا برضو متعاطفين مع اللي حصل له ده، ان هو يعني ما كانش ينفع برضو الاب يضرب الرجل يموته. بس انت برضو كمدرس انت غلطت، ما كانش ينفع. انت قدوة للتلميذ بتاعك، ما ينفعش ان انت تضرب تلميذة، وكمان مش ضرب عادي، ده ضرب بالقلم. وعشان تعرفوا ان اكتر حاجة تأثر على التلميذ او على اي شخص، الضرب بالقلم ده بيبقى مهين جدا، مهم جدا للشخص. وكمان في ساعات في ناس كمان مش بتضرب بالقلمة، لا دي كمان بتضرب بالشلاليت. الضرب على القفا، كل دي حاجات تأثر على الطفل جدا، وبتسبب له إهانة بمعنى أصح. ماشي. فممكن تأثر عليه نفسي وكمان بدني. ما ممكن ضربة زي دي لا قدر الله تأذي الطفل. لأن في ناس، سمعت برضو قصص قبل كده ان في حد مدرس ضرب طفل بالشلوت وسبب له أذى. معرفش الطفل حصل له ايه ساعتها بالظبط، بس هو سبب له أذى يعني خطير جدا. فما ينفعش خالص يا حبايبي خالص ان احنا الطفل لما يكون مشاغب او يعمل حاجة مش كويسة او كده، يبقى احنا رد فعلنا كمدرسين وقدوة للتلاميذ ان احنا نضربهم. لا طبعا. احنا زي ما بقول لكم الحل يعني في الموقف اللي زي ده، يعملوا استدعاء ولي امر. المدرس ده يقول للتلميذ اعمل لي، انده لي والدك او والدتك، يعني تناقش معاهم وكده عشان توصلوا لحل. لان لما يجي والده او والدته يقول له ابنك غلط في كذا وعمل كذا، هو دور الاب بقى ان هو برضو يعلم ابنه انت عملت كده، ما ينفعش تعمل الغلط ده تاني. ويعرفه غلطه ويعاقبه عليه. وطبعا برضو لما يعاقب ابنه على الغلط اللي عمله، مش نيجي نعالج من هنا نبوظها من ناحية تانية، يروح الاب ضرب ابنه، يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ لا، برضو الاب بقى دوره هو مع ابنه برضو عقابه. ممكن يعاقبه ازاي بقى؟ لو هو متعلق بالتليفون قوي، يروح يقول له والله لا حرمك من التليفون ده لمدة اسبوع، وياخده منه يخبيه خالص ما يدلوش. فاهمني؟ فهو انت كده عاقبته، بس عاقبته بأدب، ومن غير ما تسبب عليه نفسي او بدني. او مثلا يقول له انت محروم من المصروف لمدة اسبوع، او ايه تاني، او محروم من الخروج لمدة اسبوع. فاهمني؟ يعني انتوا ممكن تشوفوا سبل كتير للعقاب بغض النظر عن الضرب، سواء من جهة الاب او من جهة المدرس. فهمتوا يا حبايبي؟ فاحنا مش بنحبس خالص الضرب ده المفروض يعني يتنسف خالص من المدارس. واي مدرس يضرب تلميذ المفروض ان هو يتعاقب بصراحة، لان احنا مش هنقلبها غابة. والعيال برضو، انت كمدرس لما تضرب التلميذ والله العظيم ممكن يكره المدرسة. يعني الضرب الزايد برضو في التلاميذ ده، ساعات العيال بتتعقد تخاف تروح المدرسة، تقول انا مش هروح المدرسة تاني، انا كرهت المدرسة. طب ما انت كده سببت له اثر، يعني سببت اثر نفسي ليه، ضايقته. طب ليه كده؟ ده مش علاج اللي احنا فيه ده.
لا يغلط زي ما بنقول لك استدعاء ولي امر، نعمل له فصل، نفصله من المدرسه لما يكون التلميذ مشاغب جدا وبيعمل حاجات مش طبيعيه وحاجات غلط. لا طبعا ساعتها برضو ممكن بقى ايه، لو ما يعني جه والده وما وصلوش لحل، خلاص يفصلوه من المدرسه، يشوفوا له بقى مدرسه تانية لغايه ما الواد كده يتصلح من اللي هو فيه ده. صح يا حبايبي؟ انا برضو اتذكر ان في موقف حصل لي زمان، كان في مدرس بتاع رياضيات كان بيسالني في جدول الضرب، وانتوا عارفين الاطفال واحنا صغيرين يعني غالبا ما بننسى جدول الضرب بقى وكده. فكان صراحه ايه، كل ما مره لما اغلط روح ضاربني ضرب، برضو كان بالعصايه والله، بس كان الضرب شديد شويه. كان بيقول لي اعملي ايدك كده على الناحيه دي مش دي، هما الاتنين اصعب من بعض بس من الناحيه دي بتبقى اصعب بكتير. وكان بقى ايه بيضربنا كده، والله العظيم يعني كان فعلا الضرب بيوجع جدا. فزي ما بقول لكم يا حبايبي كمدرسين، نداء لكل مدرس ومدرسة، برجاء منكم بلاش الضرب مع التلاميذ، عشان زي ما بقول لكم ده بيأثر عليهم نفسي وبدني، وممكن يخليهم يكرهوا المدارس، والعيال خلاص ساعتها تقول انا عايزه اقعد في البيت وبتاع. طب ليه كده؟ والله انا عارفه، انا حاسه برضو بالمدرسين، ساعات في عيال بتبقى شقي جدا وبيبقى صوتهم عالي وبتاع، بس ده دوركم، ده معلش دي وظيفتكم، لازم تتحملوا، لازم تتحملوا دي يعني عارفه ان التدريس ده والمهنه دي صعبه، بتواجه برضو صعوبات كتير اثناء التدريس، سواء من التلاميذ سواء من الوش سواء ماشي، بس ده دوركم، وكل واحد لازم يتحمل بقى ايه عواقب المهنه بتاعته. برضه زي ما بنقول ده يعني مش عشان هو مدرس بقى فنقرفه في عيشته والعيال تطلعوا عن شعوره، لا زي ما بقول لكم هو عقابه استدعاء ولي امره. ما نفعش وما تحلش ما قدروش والده ووالدته يسيطروا على التلميذ ده، خلاص يتم بقى فصله من المدرسه. ولا ايه يا حبايبي؟ قولوا لي رايكم. يبقى احنا ما بنحبسش خالص الضرب المفروض ان هو يتلغي خالص من المدارس. يلا يا حبايبي. وبرضه كل تلميذ واجب، هو برضه ليه في واجبات عليه، برضه لازم يحترم مدرسه ويشوف ايه الحاجات اللي ليه واللي عليه ويعملها. يحضر الحصص بتاعته، عشان في عيال بتزوغ من الحصص. مثلا يعمل واجباته، ما يعليش صوته، ما يتكلمش اثناء الحصه. يكون نضيف في المدرسه، يعني في الفصل في عيال بتاكل وترمي على الارض ومش عارفه ايه. كل الحاجات دي واجبات على الاطفال، والتلاميذ المفروض برضو هم كمان عليهم واجبات يعملوها، زي ما المدرس عليه واجبات يعملها. وفي حاجات المفروض ان هو ما يعملهاش، برضو انت كتلميذ في حاجات المفروض تعملها وحاجات ما تعملهاش، تجنبا للمشاكل يا حبايبي دي، وعشان ما تحصلش بقى مشادات بين التلميذ والمدرس بتاعه. يلا لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، الصلاة الابراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. وكمان يا حبايبي هذا يعني هطلب منكم طلب، ان انتوا تدعوا لوالدي ووالدتي بالمغفرة والرحمة. يلا يا حبايبي نشوفكم في فيديو جديد، والى اللقاء يا اصدقاء.